في ناس كتير من اللي بتتابعني بتتفرج عليا ما تعرفش انا بقدم ايه او الرياضه اللي انا بمارسها، فانا حبيت النهارده اوضح لكم ايه هي الرياضه دي واسمها ايه وهي عباره عن ايه وكل حاجه عاوزين تعرفوها عنها. تعالوا بقى اقول لكم اسم الرياضه دي ايه. اسمها باركور، وهي كلمه فرنسيه وتعني المسار او الطريق. والرياضه دي ظهرت لاول مره في فرنسا في اواخر الثمانينات، واللي كان مخترعها ديفيد بيل، وكان متعلمها من والده في الاساس. بعد كده كون مجموعه مع اصحابه وابتدوا يتمرنوا مع بعض وكونوا مجموعه اسمهم ياماكاسي. واللي شهر اللعبه دي اكتر واكتر هو الفيلم اللي اغلب الناس عرفت الرياضه دي منه. وبمجرد ما اقول لاي حد انا بلعب باركور يقول لي يعني ايه، اقول له تعرف فيلم بي 13 او المنطقه 13 او الحي 13؟ يقول لي ايوه كده عرفتها. والفيلم ده ظهر سنه 2003، واغلب الناس عارفين الرياضه دي، ولكن كل اللي يعرفوه عنها انها مجموعه من الناس بتنط من فوق البيوت، والناس بتبقى فاكره لعبه الباركور هي عباره عن كده وبس. لا، تعالوا اقول لكم بقى الباركور يعني ايه. تعريف الباركور هو مجموعه من الحركات اللي بتنتقل بيها من النقطه الف للنقطه ب في اسرع طريقه ممكنه واقل مجهود ممكن، وبتتكون من مجموعه حركات مختلفه. واغلب حركات الباركور ماخوذه من اسامي حيوانات، ولكن بتختلف طبيعه جسمنا عن طبيعه جسم الحيوانات مع اختلاف شكل الحركه بسيط جدا. زي عندنا كده حركه المونكي، الكونج، الكات ليب. والحركات دي تعتبر من اهم الحركات الاساسيه في الباركور، وفي غيرها كتير زي السبيد، الليزي، والداش الى ما لا نهايه. عشان دايما الناس بتبقى فاكرين ان الحركات مقتصره على كام حركه فقط في الباركور، ولكن الناس بتخترع كل سنه حركه جديده، واهمهم حركه الرول او الدحرجه، ودي بتستعملها تقريبا في كل حاجه. واهمهم لما بتنط من مكان عالي او لما بتنزل من حركه، بحيث ان هي بتوزع الحمل على الجسم كله بدل ما بيحمل على الركبه فقط. وفي جانب تاني مكمل للعبه وهو الفري راننج، وده بقى اللي الناس كلها بتيجي او بتتمرن عشان تعمله، وهو الشقلبه بشكل عام زي الفرونت فليب، الباك فليب، وول فليب. لان الناس كلها بتحلم من ده وهي صغيره. والاحلى من كل ده ان اللعبه دي ملهاش سن معين، ومتاحه لجميع الاعمار سواء كان اطفال، بنات، شباب، او ناس كبيره حتى، وبتندرج تحت اتحاد الجمباز. واللعبه دي بتبتدي من 6 سنين، ده بالنسبه لي انا، بحيث ان الاطفال يكونوا كونوا عظم شويه ويكونوا كبروا شويه، ولكن الاعمار التانيه الى ما لا نهايه. بحيث ان انا عندي ناس فوق ال 40 سنه بسم الله ما شاء الله حلمهم كان انهم عايزين يعملوا باك فليب او يتشقلبوا بوجه عام، وبالفعل الحمد لله حققت ده. وعندنا استاذ ياسر 42 سنه كان جالي كان نفسه يحقق ويعمل باك فليب على الاسفلت، وبالفعل الحمد لله بعد سنتين عمل الباك فليب على اسفلت، وغيرها حركات تانية جامدة جدا ما شاء الله. وغير أستاذ ياسر في ناس كتير عملت معايا حركات وحققت لهم حلمهم الحمد لله، كله بفضل ربنا. تعالوا بقى أقول لكم على أقوى فرق في العالم في الباركور. هي أي نعم لعبة بتعتمد على الاجتهاد الفردي، ولكن لما يبقى في تيم زي ستورر من أقوى فرق العالم وبيعملوا تحديات قوية جدا، وبإذن الله هعمل لكم فيديو عنهم قريب. نيجي بقى للاجتهاد الفردي، وفي اشخاص قويه جدا وابرزهم الياس اللي عنده 18 سنه، وهو يعتبر بطل العالم في اللعبه دي. وبرضه هعمل لكم عنه فيديو قريب باذن الله. وزي ما في ابطال عالم رجاله، اكيد طبعا في ابطال عالم بنات، ومنهم نوا وكانت في مصر من قريب، وايلوريل، وكلهم اعمارهم صغيره جدا. ولكن في ناس فوق سن ال 30 يعتبروا ابطال خارقين في اللعبه دي، بحيث ان انت تفتكر ان جسم الانسان عمره ما يقدر يعمل الحاجات دي، ولكن دون توميتو كسر الحواجز دي كلها. زي ما انتم شايفين كده، هو بيلعب مسافات غريبة جدا جدا. وعندنا كمان جو اللي اصبح مؤخرا غريب جدا، وبرضه بيعمل حاجات العقل لا يستوعبها. قولوا لي انتوا بقى في الكومنتات عاوزين اتكلم عن جو ولا دوم توميتو بالتحديد. وعاوز اقول لكم بقى في الاخر ان ما ينفعش تنزل تتمرن لوحدك او تطبق الحركات دي لوحدك. هو ينفع اي نعم عادي، ولكن خطر جدا جدا عليك وعلى صحتك، ويفضل ان انت تنزل تتمرن مع مدرب بحيث ان هو يوجهك صح ويوفر عليك من الاصابات كتير جدا. لان المدرب ده بيكون شاف كتير زي حالاتي في اللعبه بقالي 14 سنه، فعلى قد ما اقدر بحاول افيدك واطور منك باقل وقت ممكن، عكس ما انت تتمرن لوحدك بياخد وقت طويل جدا. وبس كده. لو عاوز تعرف تفاصيل عن التمرين ابعت لي مسج على الانستجرام او الفيسبوك وهرد عليك في اسرع وقت. وما تنسوش تعملوا لايك وفولو، واستنوا فيديوهات تانية جامده جدا. سلام.